بسم الله الرحمن الرحيم. الملف هذا عن الجبنة السورية. الجبنة السورية، الجبنة الكعيب بيقولوا عنها في سوريا. طبعا طريقتها أسهل، لكن نحكي بالتفاصيل وشوية نصائح. طبعا الحليب لازم يكون طازج ودسم ومباشرة من المزرعة. حاولوا يعني لا ما عندكم تعطيكم مردود أقل وجودة أقل. نحتاج رينيت أو المنفحة أو الدوت اللي قلنا عنها. هنستخدم نحن المنفحة الحيوانية اللي هي قلنا من أحشاء العجل. طبعا الحليب في إضافة لازم نضيفها في الجبن السوري حتى تعطي جبنة أكتر، مردود أكتر، وتخلي الجبنة صلبة نوعا ما وتكون خالية من الشرش. كلوريد الكالسيوم. كلوريد الكالسيوم في البلد اللي أنا فيها ما في. راح أحط لكم صورته على الشاشة. هذا استخدامه من منظمة الصحة العالمية 2%، أكثر من 2% بضر. فلما بنحطه هي مادة شرهة للماء، بتساعد على التجبين أسرع، بتخلي الخثرة أصلب، وبتزيد كمية الجبنة. يعني 10 كيلو، 100 لتر حليب يعطونا 10 كيلو الوضع الطبيعي. إذا استخدمنا كلوريد الكالسيوم بنزيد الكمية، بتزيد الكمية. هاي من ناحية تسويقية، إذا حدا بده يسوق يعمل بيستفيد من هالعملية هاي. في ناس بيغشوا بيستخدموا كربونات الكالسيوم اللي هي الجير، بيسموه الجير اللي هو الكلس، معروف الكلس. كربونات الكالسيوم بيحطوها، بتأدي نفس الوظيفة تقريبا، يعني بتعطيه صلب الخثرة، صلبة الجبنة، صلبة، لكن بتأثر على الطعم وبتضر بشكل كبير. تراكم هالمواد هي في جسم الإنسان ممكن يعطل الكلاوي، ممكن يعمل مشاكل. طبعا راح نبتدي مع بعض. طبعا الحليب بدنا نرفع درجة الحرارة لل40 أو ال41. في البداية أنا بضيف عادة ملعقة ملح ليم. هاي راح تخلي الجبن طري نوعا ما، طري. وتابعوا الفيديو لأن في أمور تانية راح نحكيها عن الأخطاء اللي بيقعوا فيها الناس. ليش الجبن السوري مرات بنعمله بيطلع حامض، ليش بنعمله بيطلع صلب جدا، ليش بيطلع فيه ثقوب كثيرة، ليش بنعمله ولما بناكله بنحس بحرقة بالمعدة. في ناس ما بتعرف ليش، يعني بيفتكروا الملح. فهلأ بنحكي عليها بالتدريج. حطينا هلأ معلقة الملح الليمون. بدنا نرفع درجة الحرارة لل40. طبعا مثل ما قلت المنفحة الحيوانية هي ما محتاجة انه نحن ندفي. بعد ما نرفع درجة الحرارة لل40 ما محتاجين نأمن تدفئة للوعاء حتى تتم عملية التخثر. لازم يكون عندنا، بذكر، ميزان حرارة ديجيتال عشان نقيس درجة الحرارة. في ناس بيقول لك بإصبعتي بقيس، بدفى الحليب. الكلام هذا مو سليم. يعني لل40 41. تابعوا معي حتى ترتفع درجة الحرارة بنكمل. هي هيك الحليب وصل لدرجة حرارة 41 42 مئوية. طبعا الحليب هذا الكمية نسيت أقولكم تقريبا 55 لتر. هذا إذا الله أكرمنا بيعطينا 6 كيليات جبن، 6 كيليات جبن تقريبا 6 كيلو. طبعا لما الحليب بيكون دسم بدنا نضاعف كمية المنفحة، لأن الخلايا أو الدسم الموجود في الحليب دائما بيمنع عمل المنفحة، ممكن يمنع عمل المنفحة فيأخر التجبين وتطلع الخسرة ضعيفة جدا. نحط تقريبا هاي الملعقة، بفرجيكم الملعقة الكبيرة. شايفين 3 ملاعق صغيرة، هاي الكبيرة، هاي الوسط. أنا بستخدم الوسط هاي، فأنا حطيت ملعقة لهون تقريبا، يعني طفحة ماها مليانة على الأخير. نحرك هلا هيك، نغطي وننتظر 20 دقيقة. مثل ما قلت لكم لو عندنا الكلوريد
الكالسيوم كانت النتائج اكثر من هيك مبهرة، ولكن في المدينة اللي انا فيها بالبلد اللي انا فيها ما موجود. فاذا حدا منكم جابه واستعمله يا ريت يعطينا، يبلغنا بتعليقاته عن الجودة اللي حصل عليها وعن دور هذا المركب في عملية التجبين. تابعوني لنكمل. وهلأ بعد 20 دقيقة نشوف النتيجة. الأمور تمام. هلأ بدنا نقطع الجبن حتى نسهل خروج الماء والشرش بهذه الطريقة. طبعا بعمل كميات كبيرة كل سنة في هذا الوقت من السنة أو على الربيع، وبخزنها لاستخدام البيت. فحبيت أقدم لكم إياها تستفيدوا وتذوقوا هالجبنة الطيبة. هلأ بدنا نخليها 40 دقيقة. بعد 40 دقيقة بنشوف شو عملنا. هاي الجبنة هيك انتهت 40 دقيقة. بدنا نشيلها من الحلة ونصفيها بقلب هالكونتينر. طبعا لازم يكون عندنا كونتينر بهالمقاس او اكبر او اصغر. نشتري سلة نفس الحجم تنزل فيه هيك. وطبعا للتصفية نستخدم الإشارب من هالنوعية اللي هو القماش اللي داخله نايلون. القطني الجبنة بتعلق فيه وممكن ما تطلع بسهولة يعني. وبدنا سلة تانية نفس مقاس هاي. هلا رح نبتدي نحن ننقص المي ونجيب الجبنة. نصفي المي بهالطريقة هيك الشرش، بس مثل ما قلت هذا الشرش محفوظ بيه. صفاي مثل هاي نجيب فيها الجبن. بسم الله. طبعا الكمية الكبيرة متعبة، لكن نعمل مجهود مرة واحدة. بدل ما نعمل 5 كيلو ب2 كيلو، في البداية نعمل كمية كبيرة ونخزنها ونبدأ. وهي الجبنة حطيناها بعد ما غطيناها. حط الباسكت الثانية ونجيب جالون 20 لتر نعبيه 20 لتر مي. نحطه بهالطريقة، لازم يتوازن مشان يكون الكبس كله في جهة واحدة. هلا هي بدنا نكبسها لمدة ساعة ونص. ساعة ونص فقط، مو أكتر. إذا طولنا راح تنشف، راح تقسى، تصير جبنة قاسية وتقل الكمية. نحن ساعة ونص كفاية ينزل الشرش منها. وبما انه نحن نخزنها في الفريزر، فما محتاجين نظرية انه ننشف الجبن من الشرش ونعرضها لضغط شديد حتى تروح المي منها، حتى نقدر نحطها في محلول ملحي وتقعد معنا سنة بالأوعية. هاي نظام قديم. هلا لا، هالجبنة هاي نكبسها ساعة ونص مو أكتر. إذا تركناها أكتر من هيك بدها تحمض، بدها تصير يعني حموضتها عالية وطعمها يصير لاذع شوي. طبعا في ناس بتعملها بتتركها 8 ساعات وما بعرف شو بيحكوا هيك شغلات. بعدين بيقول لك عندي حرقة بالمعدة لما باكل، ما بيعرف من وين. الجبن إذا تركناه لفترة طويلة وارتفعت حموضته، لما بناكله بنحس بحرقان بالمعدة إجباري. ثانيا بيصير فيها ثقوب
نتيجة انه في بكتيريا لسه موجودة، عملية التخمر شغالة. هالبكتيريا هي بتطلق غازات، هالغازات على شكل فقاعات، فبتعمل ثقوب ضمن الجبنة طبعا، وهذا شيء مو كويس. وفي شغلة ثانية، نحن هلا مجرد ما ساعة ونص انتهينا بدنا فورا ننزل القالب الجبن ونقطعه ونسقطه بمية الملح حتى نوقف عملية التخمر. البكتيريا هي راح تموت لما نحطه بالملح، تنتهي عملية التخمر نهائيا، وبنكون هيك حصلنا على جبن طري طعمه جيد، الحموضة تبعيته ما هي زيادة، ما هي عالية، ونفس الوقت ما هو ناشف. وتابعوا معي لنشوف ايش بيصير معنا. اذا ساعة ونص مثل ما قلت. وهي هلا طلعنا الجبن، قالب الجبن شايفين متماسك. المي تقريبا راحت، ما عاد في مي. هلا بدنا نعمل مية ملح بالشرش، الشرش نفسه نملحه. طريقة التمليح اللي هي بسموها عيار البيضة، تابعوا الفيديو الصغير وشمل تركيز الملح اللي هو بيسموه عيار البيضة. ندوب الملح بالشرش، ندوب الملح نحط البيضة. إذا طافت البيضة معناتها تركيز الملح قوي، إذا ضلت عم تغطس منضيف ملح ومنقلب لحتى تظهر البيضة. هلا بنبدأ نقطع الجبن ونسقطه بالشرش المالح. ليش؟ بدنا نوقف عملية التخمر اللي قلت عليها. إذا تركناه خارج الملح تستمر عملية التخمر، بيتثقب، بيصفر، بيحمض، بيتغير الطعم كله والملمس. تابعوا معي. بسم الله. شايفين ثقوب ما في، الجبنة هيك تمام، الحموضة معتدلة هيك. هلا بدنا نقطع الجبنة مكعبات وسط، حجمها وسط، لأن لسه في عنا عملية التسنير بسموها أو البسترة، تعقيم. بدنا نغلي الجبن هذا بماء الملح، بمية الملح. طبعا هذا هيك لما بنغليها نحن التسنير هذا تقدروا تاكلوها، لكن إذا أكلتوها هلا هيك نية احتمال يصيبكم مرض بسموه الحمى المالطية. طبعا علاجه بيطول كتير، ممكن سنوات. فأنتوا بنصحكم ما تتناولوا أي جبن إلا بعد غليه، تصنيره يعني، أو بسترة الحليب. وحتى لو أنتوا جبتوا حليب مبستر، المنفعة اللي بتستخدموها هي أصلا فيها بكتيريا، فلا سمح الله تناولتوا الجبن راح يصير معكم أمراض، ومنها مرض الحمى المالطية. وهذا مرض بيطول علاجه كتير. شايفين هلا هيك القالب تقريبا هيك بهالحجم، أبعاده. تحسنوا تعملوه هيك أكبر، بس أكتر من هيك يعني ما بنصح. 2 سنتي ارتفاعه، بحدود 4 سنتي مربع هيك جميل. هلا بعد التصنير والغلي راح يخس، لأن المي حتطلع نهائيا منه وبنضغطه فبيخس. تابعوا معي. وهلا هيك بعد ما كملنا التقطيع سقطت بمية الملح بالشرش والملح. بدنا نتركها ساعتين وممكن أكتر، ساعتين كفاية لحتى الجبنة تمتص الملح وتوقف عملية التخمر، والبكتيريا اللي قلت عليها تموت وتنتهي. بسم الله. وهلا بدنا نصنر الجبنة. طبعا هي عملية تصنير أو تعقيم لترين ماء عادية
بنحط 6 معالق ملح. هي اذا تركنا الجبنه 6 معالق ملح اذا تركنا الجبنه ساعتين، لكن اذا تركنا الجبنه يوم كامل لثاني يوم مثلا نصنرها لازم نقلل كميه الملح عشان ما تطلع مالحه. فبنحط لترين مي هلا 6 معالق ملح كبيره، وبنحط ملعقه كبيره اللي هو بيسموه المحلب اللي هو هذا. وطبعا بنجيب حبه سودا بنخليها جنبنا هون، وهي المصفى، وبنحط ربع ملعقه اللي هي مستكه. بنبدا بنسقط الجبن بمية الملح. طبعا الجبن صفيناه تصفيه عاديه من مية التمليح العاديه، وبننتظر على الجبن لحتى يطرى كويس يصير طري. بس نلمسه هيك بيطرى، لازم يطرى. طبعا هاي العمليه التصنير الجبن هذا نحن عملناه من حليب ما هو مبستر ما هو مغلي، فاذا غليناها بهالطريقه الجبنه اولا بننكها بالمحلب والمسكه، ثانيا بنعقم الجبنه بحيث انه نستهلكها ما نقلق من الامراض ومن البكتيريا. طبعا بهالطريقه هيك الجبنه هلا بس خلصنا نجففها شوي وبعدين بنحفظها بالفريزر، بتقعد معكم الى ما شاء الله. بما انه الفريزر كويس وتجميده سليم بتقعد معكم وما في خوف منها، يعني مدة الصلاحية مفتوحة تقريبا، وفي اغلب الناس بيستخدموه قبل وقتها بكتير لاني جبنة لذيذة. طبعا هلا بنتركها بالنار لحتى تطرى. شايفين هاي بدأت يعني هلا هي القطعة حطيتها اول شي طريت، بطلعها بحطها في السلة هون الباسكت كويس. طبعا المي فيها حبة سودا لاني اشتغلت الكمية اللي قبلها، حط شوية مي حبة سودا، نضغطها بالباسكت ضغطة خفيفة هيك، واذا بدنا حبة سودا على الطرف الثاني نقلبها رشة حبة سودا مع ضغطة خفيفة وبنتركها خلص. شوف باقي الكمية، هاي الجبنة بدأت تطرى على السريع. طبعا المي عم تغلي، يعني احنا عم نعقم على درجة 100 مئوية، درجة غليان الماء، فما في خوف من تناول الجبن. هذا الجبن يستهلك استهلاك عادي ما هو مطبوخ، يعني ما بنطبخه لنستهلكه. بنطلع الكمية هاي. شايفين القوالب لما قصيتهم انا قصيتهم قد بعض بضل شكلهم جميل. طبعا المستكة لا تزودوا المستكة كتير بتعطي طعم مر. هاي الجبنة بعد ما نعملها هيك حطيناها بالفريزر، طلعناها ناكلها، بنحطها بطبق، نحط عليها شوية مي سخنة وبنتركها ساعة ساعة ونص تطرى، بترجع وكأني لسه عاملينها هلا حالا. حبة سودا، نبدأ نضغط كل قالب نضغطه شوي نساعد المي تطلع منه، ونخلي الحبة السوداء تلتصق. وهي الجبنة بعد ما صنرناها تركناها ترتاح تبرد، بردت. شايفين كيف صارت شكلها حلو هيك. هلا بدنا نخزنها، نجيب اكياس من هدول هيك ونحاول نحط كمية اللي بتكفينا ليومين، يعني ما نحط مثلا كيس نعبيه كتير عشان لما نطلع ما نطلع كمية كبيرة ونخليها على طرف.
نحسب استهلاكنا اليومي، بنغلفها هيك بهالطريقة وبنحطها بالفريزر تقعد معنا فترة طويلة. وهي هيك الجبنة السورية صحتين وهنا. حاولوا تشاركوا الفيديو اللي عنده صفحة واللي عنده جروب حتى تعمل فائدة للجميع. السلام عليكم.